كنبغي ندفل في الماء باش نشوف طفلتي كتغطس. كنبغي نتفكر شنو دوزت، كنقول صافي يا الله غفور رحيم. تلاقيت مع شله اجناس، شي حاجه ما طامت معاهم الجزء الاول خليناها باش جلسوني في داك الكرسي وشرحوا لي على المافيا. لحد الان تنعرف 3 ديال الناس: الريفي اللي جابني من المغرب، والانجليزي اللي دخل مع الريفي، واليهودي اللي كابر في بلجيكا. الصراحه باش كنعاود هاد القصه كيخصني ضروري نسال عليها شي سيجاره. ورا هاد الالتقاء اللي تلاقيت بيهم باقي لحد الان ما فاهم شنو طاري، ما عارف شنو تندير. وراها الانجليزي مشى بحالو، بقى معايا داك المغربي واليهودي. بقينا تنهضروا: واش عجبك الحال؟ كي جاتك بلجيكا؟ كي جاتك هولندا؟ قلت لي بلجيكا انا ما شفتهاش، انا جيت ديريكت لهولندا. هو يغمزو داك اليهودي بحال كان شي حاجه مخبيه. من بعد غنعرف انني جيت مغيب وغيبوني في بلجيكا وحطوني في هولندا. بقينا تنهضروا شويه، عاوتاني نفس الاحساس جاني في العنقره ديالي، بحال شي واحد خشى ليا شي ليبره في عنقي من اللور، بحال داك الشكل اللي وقع لي في الفانطوم باش كنت جاي من الحسيمه. في العنقره ديالي صافي سخفت فقت لقيت راسي في واحد الفيلا. جيت في الفيلاج نطال عليا الدم معصب، كل مره تيسخفوني تنكون تنعطر حتى كيضربني شي واحد من العنقره ديالي. هاد المره لقيت الحريق في العنقره ديالي، يعني هادي ضربه ماشي ليبره. قلب داك الفيلا زنقه دار بيت ما لقيت فيها حتى واحد، لقيت فيها غير الكاميرات. ما فهمت شنو طاري، ما فهمت شنو واقع. تليفون محيدو ليا، ما عنديش لاكارد، ما عنديش باسبور. صعيب طيح في شي وضعيه اكثر هي ما تيجيك داك التانيب ديال الضمير، واش عارف راسك شنو كدير. واحد شويه تنسمع واحد الصوت الناس يهضروا، كانوا مورا واحد الكرياج ديال الباب. ما حليت داك الكرياج بان ليا واحد الخونه تكون فيها شي 2 متر و20 سنتيم، انا فيا 1.95 متر، ولكن داك الانسان باش وقف قدامي ما بانش قدامي. يعني بحال كتكون كتريني شي 20 سنه كيشدك شي واحد تيسلخك، هو ما عمره ما ترينا. يعني انا في الوسط ديالي ديما كنت تنبان طويل، ولكن داك الالباني اللي تلاقيته كان طويل بزاف. قلت السلام عليكم، جاوبني داك الريفي. هذاك الالباني ما جاوبنيش، ما كنتش عارفه انا من البانيا. قلت لذاك المغربي ولا داك الريفي: ما لا تزبي ما تيردش السلام. انا باقي ما كنتش واخد الامور بجديه، كنت تنخسر الهضره ما تنتسوقش، وكانوا طالق ليا اللعب. قال لي لا ماشي مغربي وما تعرفش يهضر بالعربيه. بديت تنغوت وتنرعرع، تضربت بالفانطوم بليبرا ولا ما عرف شنو هو داكشي. فلاكا سخفتوني، دابا تضربت في العنقربه سخفت. قال لي يا ناصر، انا عارف ناصر ماشي هي سميتك الحقيقيه. قال لي كاين شي حوايج ما خصكش تعرفهم، وكاين شي ناس خصهم يشوفوك وانت ما تشوفهمش. واي منبر جديد كيدخل معنا المافيا كيخصهم يوافقوا عليه شي ناس، ولكن داك الناس ما كيخصكش تشوفهم نتايا. داكشي علاش تنغيبوك. ما كيكون جاي الراس الكبير تيخصو يشوف دي بروفيل اللي جايين ولا اللي غيدخلوا جداد. انت ماشي بروفيل واحد اللي غيدخل معنا لهاد المافيا. تما جانوني بزاف ديال الافكار. يعني انا على بالي الريفي هو راس الحربه، وعلى بالي انا هو الانجليزي هو راس الحربه، ولكن هما غير يوس صغار مع راس كبير. وراه جات واحد المرسيدس ام جي الاخرى هزاتنا. ما عرفتش انا داك الوقت واش كانوا وكلوني شي حاجه ولا مصدوم، غير تندير تنطلع تنزيد، ولكن ما تنقولوا كنت داخل على القرعه. ركبت في داك الطوموبيل مشينا لواحد الكافي سميتها نوردو.
بقينا شادين داك الطريق وداك الالباني تيهضر في واحد التليفون فيه داك اللانطير ويضرب لي الطن. داك التليفون اللي تيهضر فيه داك الالباني كان جالس لقدام، هو اللي كان سايق. داك التليفون اللي كان تيهضر فيه هو بحالو اللي كان عندي في المغرب، البلاك بيري اللي فيه اللانطير. تما عرفت القضيه غادا وكتحماض. قلت لي فين غادي نمشيو الريفي، خانيتك غارقه باقي ما عطيتينيش سميتك. قال لي بقى تعيط لي الريفي وما تبقاش تسول على سميتي، راه ولات فيك لافونس بزاف. وقالوا لي بواحد التعابير ديال الوجه ما عمرها كنت نتوقعو يديرها معايا. من داك النهار الطرح بدا كيتزير، والناس اللي كانوا تنعرف بداو كيقلبوا المشاعر ديالهم معايا. كاين غادي بداك الطوموبيل وداك الالباني تيهضر في داك التليفون ما تنفهمش داك اللغه باش تيهضر. شويه دخلنا للاكاب، حطينا الطوموبيل، طلعنا لداك الكافي. داش عندنا واحد السردايه، شنو تشربوا؟ حتى واحد ما خدا شي حاجه، وانا كومونديت واحد الكافي نوار. هو يقول لي اخر مره تعاود تكوموندي شي حاجه. قلت لي علاش؟ قال لي من بعد غتعرف علاش. كومونديت داك النوار، شربتها وانا هي ساكت. شويه وما تيدخلوا واحد 7 وجوههم ما تتبشرش بالخير، جالسين حدانا 6 اخرين، ودخلوا 7 اخرين. وداك 6 اللي كانوا جالسين قدامنا سبحان الله ما ارتاحيتش ليهم. اين فوا دخلوا داك 7 تيجبد السلاح. باقي لحد الان ما تنتخيل داكشي ما تيدخلش ليا لدماغي. والناس اللي ما بغاش تفهم ليا بزاف واللي ما بغاش تفهم ليا كاع هما كاع دوك الناس اللي جالسين في داك الكافي، حتى واحد ما متسوق. يعني دايرين بحال داك جمد تكرم على ميطاسيون، الا تحركتي تاكل تقرفيت وتصرفيق. يعني تخيل انت جالس في كافي مع مراتك ولا ولدك ولا صاحبك، حداك 3 حازين السلاح على واحد، ولكن انت ما كتشوفهمش، بحال ما كاينينش حداك، ما كدير حتى شي تعبير، ما كدير حتى شي رد فعل. تما تزيرت. داك 6 ناضو وداك 7 مع دخلوا كلشي جبد السلاح، غير الام 1 ام بي 40. داكشي كنت نشوفو غير في بابجي وفري فاير. كلشي تجبد السلاح وكلشي تحط فوق الراس ديال الريفي. واحد اللقطه كنحس بحال الضلال ورايا، كندور كنلقى واحد ام 25 محطوط ورا قرفاتي كيهضر بالمغربيه وماشي ريفي حيت لكنا دريه فباينه. قال لي لا تحركتي غتنزل تحبس. ما فهمتش، بقيت مبلوكي ما فهمتش هاد 2 كلمات اللي قال لي. يلا بغيت نجبد غير واحد بريكه من الجيم كانت معنا كشاني هما ينعسوني. طريقه ديال التنعاس كيف ديما، القاع ديال الفردين العنقره. باق نعست، فقت لقيت البوليس، لقيت البومبيه، واحد الريستو كانت ملاصقه علينا ناض فيها العافيه. وإن فوا في داك الوقت وداك النهار كانت سرقات واحد البنكه في الزنقه اللي حدا داك الريستو. من فقت داك الغيبه ما لقيت قدامي لا الالباني لا اليهودي لا الريفي. لقيت شي دم في داك الطابله، ما فهمت شنو طاري. إن فوا تمو داخلين البوليس، واحد هو يجرني من جيد الكتاب ديالي ودخلني للطواليت حاشاكم. قال لي بقى انا حتى نقول لك تخرج. بقيت تما واحد 2 سوايع ونص، اطول مده دوزتها في الطواليت وانت واقف. ولكن اللي كان مزيان ما كانش فيها ريحه الخنز بحال اللي عندنا. كيف ديما كنحكي لكم هاد القصه وقدامي واحد المرايه كنشوف فيها الملامح ديالي. غير في هاد الجزء حاولت نزيد عليها واحد السيجاره باش نحكي لكم القصه من اعماق ديال القلب. داز داك 2 سوايع ونص هو يحل عليا داك خونا. داك خونا عنده واحد العربيه كتعرج. قال لي غتخرج من الباب ديال الكوزينه
لبسني واحد لونيفورم ديال الناس اللي كطيب لداخل، عندهم واحد لونيفورم، واحد الكاسكيت بيضاء من الفوق، واحد الطوفون بالكحل. لبس كانني غندخل نخدم في داك الكوزينه وخرجت من الباب اللوراني. يلا تنحيد داك لونيفورم باش نتمشى حيت مشبوهه. هو يجي عندي داك خونا قال لي جديد لهنا، قلت لي هو بدا يهضر معايا بالهولنديه. بداتي 4 دقائق هو تيهضر، مره تيغوت ومره تيتكالما. قال لي واش فهمتي بواحد الطريقه متعجرفه؟ قلت لي ما تنهضرش بالهولنديه. قال لي انت جديد هنا؟ قلت لي قال لي واش عرفتي داك الناس اللي كنتي جالس معاهم شكون هما؟ قلت لهم لا. قال لي وعلاش جالس معاهم؟ قلت لهم جابت على الوقت وجلست معاهم. قال لي هذاك اللي في جنبك اللي كان جالس على يدك اليمين كيهضر على داك الريفي. قال لي هذاك رئيس ديال واحد المافيا، وداك المافيا تشدوا الاعضاء ديالها كاملين في 2019. وهذاك اللي جالس في الجنب ديال الريفي عرفتي شكون هو؟ قلت ليه لا. قال لي هذاك اكبر بارون تيجيب المخدرات من كولومبيا. انا غير تنشوفهم بلوكي. قال لي وعرفتي هذاك الانجليزي اللي كنتي جالس حدا شكون هو؟ قلت ليه شكون؟ قال لي من الاحسن بلا ما تعرف. قال لي كان واحد الالباني جالس حداكم. قلت ليه ما كنعرفوش. قال لي هذاك الالباني رئيس ديال اكبر مافيا في البانيا، مختصه فقط بالقتل، وكتخدم مع المخابرات ومع العصابات والمافيا في العالم كامل. هذاك قاتل 1600 واحد، 100 واحد مصفيها لهم بيدو، والشي اللي بقى في المافيا ديالو. قال لي مازال عندي حاجه واحده اللي ما عرفتهاش، كيفاش انت ما تقتلتيش ولا خطفوك معاهم. مع سمعت داك تقتلتيش وخطفوك معاهم ما فهمت والو. قلت لي كيفاش تقتلت ولا خطفوني؟ قال لي هذوك اللي كانوا معاك واحد منهم تقتل وجوج راه مختطفين. واحد اللقطه مازال تنهضر. يلا بغيت نجاوب كنسمع الصوت القرطاس. القرطاسه الاولى تضربات في واحد الباربر شوب كان لاصق على الكافي من اللور. القرطاسه الثانيه جات في داك السيد اللي كان تيشرح ليا. القرطاسه الثالثه جات ليا في الصباع ديال يدي. طار ليا الصباع، تبلوكيت، شدتني واحد السخونيه من يدي طالعه بحال النمل طالع ليا من يدي، والدم تيطوش. صراحه انا اول مره تنشوف داك المنظر. كان ديما تيبان ليا في الافلام تيضربوا بقرطاسه في خطوم في كرشهم تينوض يتمشاو وتيتقاتل، ولكن انا قرطاسه غير قاست ليا صبعي وطيرات النص فيه، يعني الصبع ما غيرجعش لبلاصتو، وفشلت. ما قدرتش نجري، ما قدرتش نتمشى. عرفت انا داكشي في الافلام غير تيضحكوا على الناس. بقيت مصدوم. القرطاسه الرابعه يلا غتجي تضرب، واحد هو يتلاح عليا، ما عرفش واش بوليسي ولا في داك الجزء من الثانيه، وانا غير مصدوم. واحد الحريق طلع ليا من يدي وطالع ليا مع المرفق ديالي الى كتفي. صافي شدتني السخفه. جاو البوليس وجاو الاسعافات. صافي بانوا لي البوليس درت فيها موت حمار. هزوني لابيلانس لواحد السبيطار. شي ضرب داك اللوغ انا ما تنفهمش، وانا مخلوع وكنشوف صبعي مفرتت مجلخ كامل دمايات. قلبي كيزدح، كنسمع فوج داخن فود خاتن. ما فهمت حاجه. تنقول وقيلا ربي تينبهني باش نرجع لبلادي، ما ناقص ماد اوروبا. لا كان الطريق ديالها كامله بحال هكا. شويه وانا نشنق على هذاك اللي راكب معايا في لوبيلونس. كان لبناني. قلت ليه دق ليا شي حاجه بغيت نعس، ما قدرتش نتحمل هذا الحريق. دق ليا المورفين، ما دار فيا حتى حاجه. واحد اللقطه هزيت واحد البوطه الاكسجين كانت في داك لابيلونس، وانا ندفع برجلي وبديت كنرطخ فيها.
خونا شاف القضيه حماضت هو يدك ليا واحد اللي فرا طرخيت. وصلنا لداك السبيطار وكنسمع داك الصوت ديال لابيلانس. هزوني بداك الباياص ودخلوني. واحد اللقطه داروا واحد بحال الرخامه ولا الرخاميه ولا الرواق باش غطاو لي داك الجهه اللي كنشوف فيها يدي، وداروا لي واحد البنج في خدي. ما فهمتش واش مضروب في خدي ولا مضروب في يدي، مع داك الخلعه وكلشي دمايات. بقاو تيخيطوا في داك الصبع ساعه ما تخيطش ليهم، وكنت عارف انا داك الصبع ما غيتخيطش. واحد اللقطه كنحس بحال البرد تيدخل لي وسط صبعي، يعني ما بقيتش كنحس بصبعي، يعني صبعي تحيد ولا نقولوا تقطع ولا تضرب بقرطاسه. دخلوا لي واحد الغرفه 602 باقي قدام عيني تنعقل عليها. كل 15 دقيقه كتجي عندي واحد الفرمليه. هاد الفرمليه كانت فيليبينيه، كانت الله يعمرها دار. كل 15 دقيقه الاولى كتجي كتشوف ليا الصبع ديالي، لا تجيني شي هيموراجي ولا شي نزيف داخلي ولا خارجي. 15 دقيقه الثانيه جات كتشوف القلب ديالي وكتشوف طمأن عليا. وال 15 دقيقه الثالثه كنت كنسينا باش ندخل، ما سمعت التقرقيب قلت الحمد لله جات، بغيت نوض للطواليط وعندي داك السلوكه في يدي وفي قلبي ما فهمتش كيفاش غادي ندير. ساعه ماشي هي اللي دخلوا جوج ديال البوليس. ملي دخلوا جوج ديال البوليس بداو كيعطيوني شي اسئله وانا ما تنفهمش الهولنديه. تيسولوا وانا ما تنجاوبش، وما يعيطوا على واحد السيكوريتي كان خدام داك السبيطار، كان لبناني. واللي عرفت ان اللبنانيين كاينين بزاف في هولندا، ولا حيت تلاقيت معاه جا بدا كيترجم ليا. قلت لي انا ما عارفش شنو طرا، ما تنعرفك شكون انت وما كنعرفش شكون هادو. قالوا لي هادو البوليس. قلت لي ولكن انا ما تنعرفهم، شنو علاقتي بالبوليس؟ درت فيها متحمر، درت فيها بحال شي واحد يلاه حطاتو الدابه قدام شي ساقي يعمر الماء. مشاو باش يعيطوا لواحد المترجم، بالي تا واحد محاضيني. حيد داك السلوكه وحيد داك التخربيق كامل، لبس حوايجي كانوا عامرين دم وكانوا مقطعين. هو يبان لي واحد الباب تيشعل فيه واحد السينيال، يعني باب الخروج الطوارئ. خرجت منه لقيت راسي في لاكاب. جيت نقلب على التليفون ما لقيتش عندي التليفون، بقيت غادي توصلت للخرجه ديال داك السبيطار من الباب اللوراني اللي كيخرج للاكاب. اين فوا خرجت شديت واحد الطواله حتى حطوني، شديت واحد الطواله حتى كيبان ليا واحد لاكار ديال الطرامواي. ما عرفت فين غنمشي، ما من نتلاقى. بقيت غادي بالي واحد الطرام وقف وانا نطلع فيه. كنسمع شي سميات ديال شي مدن اول مره غنسمعهم، ما عارفش فين انا فين غادي. ركبت في داك الطرام، هي جلس قدامي واحد الروسيه الستيل ديالها داير بحال داكشي ديال ناروتو، متاثره بزاف بالاني. واحد اللقطه نسات لي على كتفي. داك الروسيه مين نسات لي على كتفي، انا باش عرفتها روسيه كنت كتهضر في التليفون. اين فوا سمعت داك بريفيت كاكتزيلا خرشو صافي عرفتها روسيه، حيت باش كنت في المغرب كان عندي واحد الدري صاحبي من روسيا، كنت نعرف شي كلمات بالروسيه. يلا كنت بغيت نتكونطاكطا معاها ونسيت نتعمق معاها اكثر. جيت تحط لي واحد اللي دورا كتفي وهضر معايا بالعربيه، قال لي المحطه جايه غتنزل. ما فهمت حتى حاجه. ما جيت ندور ما خلانيش ندور نشوف شكون اللي ورايا. قال لي بلا ما تحاول تدور، المحطه الجايه غتنزل فيها، غيبان لك واحد السيد تقريبا فيه شي 2 متر. انا اي فوا سمعت داك 2 متر عرفتهم الالبان، ولكن هذا مغربي اللي هضر معايا.
محطة تانية وصل داك الترام وانا نزل كنقلب على شكون هذا اللي فيه 2 متر. تندور تنهز عيني حدهم تيبان لي 1.86 متر و90. واحد اللقطة تيبان لي واحد الالباني تكون فيه شي 2 متر و15 سنتيمتر هكاك. مع شاف فيا ما طول فيه الشوفة درنا ايس كونتاكت. تبعتو بقيت تابعو تا خرجنا من داك اللاكار. وهي تجي واحد السطافيط كاين فوا طلع في داك السطافيط وهو يتحل الباب الوسطاني ديالها. ما زعمش نطلع حيت داك الباب الوسطاني تحل وما كيبانش شكون اللي حلو. يلا بغيت نرجع هو كنلقى داك المغربي ورايا ويدي ليا بعينو يعني كمل طريقك نيشان بلا ما تحاول دير شي حركه. طلعت لداك السطافيط ان فوا طلعت قريت واحد القتله ربانيه ما عرفتش واحد 3 منين خرجوا. ما طلعت لداك السطافيط ما دزت داك الباب ما تجمعت بنص. بداو كيرفسوا عليا بحال شي طوبه ملي كتدخل للدار كتجيب لها شي 3 البنايه تيبغيو يقتلوها. عفسوا عليا وعطاوني قتله ديال الكلاب وانا صبعي باقي واكل الدق وباقي الجسم ديالي مسخسخ وعقلي مسخسخ وباقي ما مستوعب شنو داير بيا. عاوتاني عطاوني في قتله ديال الكلاب. واحد اللقطه جبد المينوط هو يضرب لي داك المينوط ولصقوا ليه مع واحد الكاسي ديال الكوسان من التحت. ما بقيت عارف واش مافيا ولا مخزن ولا بوليس. في داك الوقت باقي ما عرفتش انا اوروبا تقدر تحضر فيها اي حاجه ماتراك مينوط قنبوله مونيكا. تضرب لي داك المينوط ضربنا في داك الطريق واقيلا شي 2 سوايع ونص. وقفنا في واحد لاكار بقينا واقفين واحد 15 دقيقه حتى داك الالباني صونا لي التليفون بعد ما جا جلس في الطوموبيل. عاوتاني كملوا الطريق ضربنا تقريبا شي 3 سوايع ونص. داك الالباني عاوتاني كيهضر في التليفون اللي كان تيعفس لي على راسي. ما تنفهم حتى حاجه كنسمع بريكسل شويه تنسمع اونفيرس ما فهمتش. هاد اللقطه ما حل ليا المينوط هو يدوز لي واحد في التليفون وانا عرفت هاد الصوت ديال من هاد الصوت هو ديال داك الالباني اللي كان جالس ولكن ماشي داك الالباني الحقيقي كان التوام ديالو. صراحه ما فهمتش شنو دايره بيا. ما فهمتش مع من كنهضر واش تلاحيت في واحد الموجه وانا ما قادش عليها. من الهادي دخلت في السطافيت كليت القتله ربانيه دوزوا لي التليفون بريكسل. انا عارف راسي في هولندا شويه كنلقى راسي في بلجيكا. دوزوا لي في التليفون يلا سمعت داك الاو هو عاوتاني مد واحد التليفون واحد السيد اخر اللي هو داك الريفي. ما سمعت داك الصوت الريفي سبعت فيه سبان. اش بيني وبين هاد القلاوي واش انا جاي باش نصوفي كري ولا جاي باش ناكل قتله ربانيه ويطير ليا صبعي. قال لي دابا بلا ما تحاول تقول شي حاجه وبلا ما تحاول تهضر حيت التليفون ماشي الهضره دير عقلك وكمل مع دوك الناس الطريق. ضربات داك 10:00 الليل وحنايا باقيين تندورو في اونفيرس. داوني لواحد الدار ماشي بحال الديور واحد الدار على برا كتبان مكرفصه ولكن لداخل العالم الثاني. لقيت فيها 17 واحد يعني دار عامره. كل خطوه كتزيد كتلقى واحد كل خطوه كتزيد كتلقى واحد كل خطوه كتزيد كتلقى واحد. شدوني واحد 3 دخلوني لواحد البيت ما ينطوا لي يدي من اللور ما ينطوا لي رجلي. جابوا واحد الباتري داك الباتري انا ما تنشوفوه غير في الطوموبيلات وجابوا واحد الفولتاج برونشاو داك الكابلات مع داك الباتري وحطوهم لي في الصبع الصغير ديال رجلي وجابوا واحد الخيط صغير ملصق فيه السكوتش لصقوا ليه في قلاوي ديالي. 2 كابلات ملصقين لي في الصبع الصغير ديال رجلي اليمنيه واليسريه وواحد الكابل فيه السكوتش ملصق في القلاوي ديالي. هو يجي واحد زيري
قال لي واش كتعرف مصطفى؟ قلت ليه ما تنعرفش. هو كيدير سويتش اون داك الكابل، هو تيضربني داك الضو تنغوت بالله اللي خلقني. هو يطفيه. قال لي واش كتعرف شي واحد انجليزي؟ قلت له لا ما تنعرف حتى واحد. هو يدير سويتش اون عاوتاني للكابل ديال الصباح اللي دايزين فيه الضو. تنغوت بالله اللي خلقني، واحد الحريق تيطلع من داك الصبع الصغير وحساس. هو يسولني مره ثالثه، قال لي راه هذه اخر مره راح نسولك فيها، واش كتعرف مصطفى؟ قلت لي انا ما تنعرف حتى شي واحد بهاد السميه. هو تيعاود يسويتش اون داك الخيط اللي دايز فيه الضو. بديت تنقول ليه لا لا ستوب غادي نعاود لك كلشي. هو يقول لي عاود لي. قال لي مع من تلاقيتي اخر مره؟ بديت كنكذب عليه، قلت لي راه كنت داير مع واحد الكاوريه هنا نتلاقى معها، وساعه ما كتبت وخلاتني مجلوق. يلا كملت داك كلمه مجلوق او مجولق. هو يشعل داك الكابل اللي دايز لي في قلاويه. حسيت بواحد الحريق بحال غنحمل ولا بحال غنولد شي توام. واحد الحريق دايز من تحت قلاويه وطالع ليا مع كرشي، واحد الضو، واحد الفولتاج مقود. يعني واخا نبغي نوصل لك داك الاحساس ما عمري غنوصلو لك في حياتك. بحال شي واحد يضربك القلاويه كضربها في 60 ولا 10 ولا مليون، ولا واحد الاحساس اللي ما. قلت لي صافي انا غنعاود لك كلشي، غنعاود لك كلشي، غير طفي هذا الشيء هذا بالغوات وبالجهد. غطفاه. قلت لي بلا ما تصدع راسك باش تعذبني، غير قتل حبايب معايا، انا مت بزاف ديال المرات في بلادي. هو يشعل عاود داك الكابل، ولكن هاد المره شعلهم بثلاثه، اللي دايز ليا في الصبع اليمين الصغير، واللي دايز ليا في الصبع اليسار الصغير وفي قلاويه. واحد الفونطازم ديال واحد العذاب، يعني كيدوز لك داك الضو من رجليك بجوج من التحت ومن القلاويك. يعني ما نقدرش نوصف لك داك الحريق. كيفاش غنقدر نوصفه لك؟ ما عندوش وصف. بقى داك الضو خدام فيا المده ديال 15 ثانيه. واحد اللقطه كنسمع بحال شي كاميرا كتزعزع. هي واحد الكاميرا كانت بلاصيه في واحد السقف، كانت شاده واحد القنت وشويه دارت القنت اللي كاين فيه انا. مع داز داك 15 ثانيه طفا، هو يجي ابيل، خرج هضر في داك التليفون، هو يرجع، هو يدخل مع داك الريفي. شفت داك الريفي تصدمت. قال لي يا مرحبا بك في المافيا ديالنا. وما كملشي بزاف ديال الناس اللي كينجحوا في هذا الاختبار. اول ناس اللي تنجيبوا ولا اللي تيبغيو يدخلوا معنا من هنا ولا اللي تيدخلوا معنا من هذا الباب، اين فوا تنبرونشيو لهم كابلات في الصبع الصغير اليمين ولا في الصبع الصغير اليسار وفي قلاويهم. اين فوا كنشعلوا كابل واحد ديال الصبع الصغير تيتقياو علينا داكشي اللي داروا في حياتهم كامله. ما كاينش اللي تيصبر، وانا اللي كنهضر معاك ما صبرتش على داكشي. قال لي مرحبا بك معنا. داك الوجوه كامله اللي كانت معبسه وكتبين لي على الحقد والقتل والكراهيه كامله ضحكات. قال لي باقا خاصك حاجه واحده، خصك توشم واحد الحاجه. قلت لي راه ما نقدرش نوشم. قال لي ما قلتلكش واش تقدر، قلت لك خاصك توشم شي حاجه. بديت تنشوف فيه بواحد العينين ديال الحقد والكراهيه، ما عمرو شاف داك الفيزاج ديالي بحال هكاك. ويدخل واحد الالباني، وليت فين ما تيبان لي شي الباني تنكحل بالعمى. سبحان الله داك الالبانيين باينين كاملين فيغوره وحده وكادر واحد، كتلقاه فيه 2 متر ومتر و96. جاب داك لا ماشين ديال وشام، قال لي ام ار تي، هذه هي المافيا ديالنا. وهاد وشام كتعزل فين توشمو، وهاد وشام ما خصوش يتحيد. هذا هو الطابع ديالك مع المافيا ديالنا. وكاملين هنا كل واحد فين عازل يدير هاد الوشام. ما عندكش الحق ديرو في بلاصه واحده اللي هو وجهك ولا راسك. ديرو فين ما بغيتي، ومن الاحسن يكون تحت من العمق باش تفادى الشبهات. بدا كيوشم ليا داك الوشام.
الور منين سال هذاك الوشام حلوا لي داك المينوط وحلوا لي داك الكابل اللي كان داير على رجلي. قال لي طلع الفوق وارتاح شويه غدا غادي نتلاقاو. طلعني داك الالباني وانا ما حاملش دين مو، حيت داك الحريق اللي كان كيدير لي في القلاويه ما عمرو يتنسى. دخلت لواحد البيت لقيت واحد الشومبر زوينه، ما قدرش الناس قلاويه كيزدحوا الصباع ديال رجلي الصغار كيزدحوا. دخلت ندوش بالما بارد، عاد زاد عليا داك الصداع، ندوش بالما سخون عاد ما تزاد داك الصداع اكثر. هبطت لتحت عند داك الريفي لقيتو جالس مع واحد السيد. قلت له راه عندي الصداع في قلاويه وفي رجلي بزاف ما قدرتش نصبر. هو يحل بسطامو جبد لي 1 غرام ديال الغبره، قال لي ضرب شمام لهنا وشمام لهيه وطلعت تكوانسه في الشومبر ديالك. ما عاد ضرب داك الشمه الاولى في الشمه الثانيه، حسيت بالتشونامي كدور ليا في العقل ديالي، والعينين ديالي بغاو يخرجوا من بلاصتهم، والجسم ديالي باغي يجري شي 10 كيلومتر، والحريق ما بقاش ولكن نعاس طار. طلعت للشومبر ديالي بقيت كنتقلب من لهنا لهيه من لهنا لهيه حتى نعست. حتى لهنا ونحبسو ونخليوها في الجزء الثالث. اللي غنديرو فيه بزاف ديال الحكايات، اللي غيكون فيه اول نهار غندير فيه شي حاجه لصالح المافيا، واللي غتكون واحد الحاجه صعيب تكون في البدايه اللي هي القتل. كان معكم خبرته، تلقاو في فيديو جديد.